السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. النهاردة هنعمل القرص الطرية ديت او البوريك التركي بتاع الأفران. طريقة سهلة جدا وجميلة جدا ومفيش أبسط من كده. أنا هنا عاملة الحجم زي ساندوتش كبير شوية. الحجم ده انت ممكن تتحكمي فيه، ممكن تعملي اكبر من كده، ممكن تعمليه برضو ميني صغير جدا زي الافران. انا حبيت ان انا اعمله كبير كده علشان يعني الطفل اول ما يمسك واحده خلاص هي الواحده تكفي وتوفي. ما يقعدش بقى اللي هو ايه ياكل واحده والتانية وبعد كده يبدا يفرفت والكلام ده، بالاخص ان اطفالي صغيرين. لكن طبعا الحجم انت حره فيه، بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه. ممكن تعملي نفس الحجم اللي انا عاملاه او ممكن تعمليه ميني صغير زي الافران بالظبط. تعالوا مع بعض نشوف المقادير هتكون عبارة عن ايه. انا اول حاجة عندي 4 كوبايات من الدقيق، دخلتهم نزلت عليها برشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخميرة او كيس من الخميرة الفورية. نزلت كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ده مش كيس، ده الكيس ده كنت واخدة منه قبل كده، فدي مقدار معلقة صغيرة جدا. حطيت كمان معلقة صغيرة من البابريكا، عشان تدي اللون اللي هو بيبقى على محمر شوية. بتحط لها معلقة من الصلصة، بس انا والله ما كانش عندي صلصة فاستبدلتها بمعلقة من البابريكا، وكمان كانت اخر معلقة برضو فادت اللي هو اللون البينك ده. ما خدتش يعني اللون قوي بس كان شغال، وممكن تعمليها ابيض اصلا خالص من غير اي لون. تمام. قلبتهم مع بعض كده المواد الجافة. بعد كده نزلت بمعلقة من الخل دوت محسن طبيعي، يعني الخل ده محسن طبيعي. وبدأت واحدة واحدة أعجن. بتعجني بمية دافية عادي، مفيش أي مشكلة. مش شرط حليب أو رايب أو زبادي. هو الزبادي بيبقى حلو، بيخلي العجينة طرية. الرايب بيخلي العجينة أجمل وأجمل. اللبن ممكن تمام بقيمة غذائية بس ممكن ينشف معاكي شوية. المية برضو شغالة ما فيهاش أي مشكلة. كل المخابز بره أو الأفران ما بتعملش زي ما احنا بنعمل كده، بتعجن بمية. احنا هنا هنعجن طبعا بمية زي ما انتوا شايفين. ببدأ واحدة واحدة ألم العجينة، وكل ما احس ان هي محتاجة مية تاني فبروح اضيف لها واحدة واحدة. هتقولي مقدار المية قد ايه؟ قلتلكوا قبل كده كتير قوي ما اقدرش ان انا احدد مقدار السوائل لان كل دي بيختلف من مكان لمكان. انا ساعات ببقى عاملة مقدار مثلا العجينة دي هتاخد كوبايتين، بلاقيها خارج كوبايتين وشوية، بلاقيها خارج كوباية الا. ليه؟ لان الدقيق اللي انا بجيبه من مكان بيختلف من المكان ده للمكان ده للمكان ده. تمام. في من ضمن المكونات ربع كوبايه زيت. انا ما ضفتهاش في الاول خالص. ليه؟ عجنت الاول وبعد كده ضفتها في الاخر عشان الم بيها العجينه زي ما انتم شايفين معايا كده. يعني بعد ما عجنتها واديتها حقها من العجن، اخدت ربع كوبايه من الزيت وبدات ان انا الم بيها العجينه. زي ما انتوا هتلاحظوا معايا دلوقتي هتلاقوا ان الطبق بتاعي هيبدا ان هو ينضف خالص كده، والعجينه بتتلم وهتبقى حته واحده وما بتلزقش في ايدي. انا عايزاها كده، لو لزقت بتبقى حاجه بسيطه عشان تبقى معايا طريه ما تبقاش مكتومه بعد السوا. زي ما انتوا شايفين كده، واخدين بالكم الطبق بدأ ينضف وبدأ يبقى جميل. والعجينه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله، يعني في قمه الجمال. عجنتها على ايدي، اللي عنده عجان مفيش مشكله عجني في العجان، بس انا ما عنديش عجان فانا بعجن على ايديا. 4 كوبايات يعني نص كيلو او ممكن نص كيلو وشويه، فاللي هو مقدار صغير يعني مش كبير. زي ما انتوا شايفين معايا اهو. يعني ببدأ ان انا بصوا اجيب من بره لجوه، اجيب من بره لجوه، اديها بوكسات كتيره كده. بلاقي العجينه بتاعتي لمت وبقت جميله ما شاء الله تبارك الله. بعد كده بروح يعني سايباها كده في قلب الطبق واسيبها علشان تختمر، وبتغطيها باي فوطه نضيفه وبتسيبيها عندك في مكان دافي بتحتفظي فيه. بعد ما اختمرت معايا بقى بصوا جمال، شايفين الجمال ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. طبعا لازم الدوسة دي بتحسي كده بدفى وطمأنينة، بتغرزي كده جوه الدفى. المهم فبدأت ان انا الم العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، بهبط الاختمار منها عشان ابدأ ان انا اقرصها كده واعملها بقى ايه، اجهزها كده ان انا احشي القرص بتاعتي. ممكن تحشيها اي نوع من الجبن زي ما انت عايزة، ممكن تخليها سادة. ممكن كمان لو هتعمليها للاطفال وحابه قيمه غذائيه قوي تحشيها لحمه مفرومه، شاورما فراخ. يعني المتاح عندك واللي انت حباه استخدميه.
زي ما انتوا شايفين معايا هنا. ببدأ بقى ان انا اكورها بالشكل ده. بعد كده لما بجهز بقى اللي اعمل كام واحده، ببدا باول واحده ان انا بفردها بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، طريه جدا، بفردها بايدي، مش محتاجه اي حاجه بجد. العجينه كانت بقول لكم مايعه في قلب ايدي كده، يعني طريه جدا جدا. بتحطي طبعا كميه الجبنه اللي انت عايزاها، لان بره اصلا بيبقوا ملحسينها من الجبنه، ما بتلاقيش اصلا الجبنه فيها. بتبدأي بقى ان انتي بتقفلي كويس. بعد كده بتتني الحرف ده وبتتني الحرف دوت عشان تديكي شكل اللي هو الشكل البيضاوي اللي احنا بنعمله. وبتقفلي جدا كويس جدا جدا من تحت علشان وهي بتستوي معاكي ما تفتحش والجبنه تخرج بره ويبقى شكلها مش لطيف والحته مش لطيفه. زي ما انتم شايفين معايا انا عملتها بالحجم ده زي ما قلت لكم، علشان انا حابه ان الطفل ياخد الحاجه ما يعني يعني الواحده تكفي وتوفي زي ما قلت لكم. هنا طبعا انا زي ما انتوا عارفين ومتعودين معايا، انا بقعد في الصاله كده بفرش كده ايه يعني زي الفلاحين بالظبط كده. وبعمل كل حاجه كده قدام اولادي، ما باخدش مكان على جنب لانهم بيبقوا قاعدين جنبي وبيتفرجوا عليا. ده ابن اياد اللي قاعد دوت وعمال يقول لي ايه يا ماما ايه يا ماما، وانا بقى عماله اشرح له انا هعمل لك ايه. دخلتها على درجه حراره 180 او 200 لو الفرن بتاعتك مش حاميه قوي. بتطلع معاكي بالشكل دوت. دهنت الوش بمعلقه نسكافيه لو انتي مش عايزه البيض، وحطيت سمسم وحبه البركه، وطلعت معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. بجد مفيش احلى من كده. وبصوا من تحت التسويه جميله ومن فوق التسويه احلى واحلى. اشوفكم على خير فيديو جديد، ما تنسونوش في اللايك والشير ومع اصحابكم وحبايبكم. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.